بسم الله، واش راكم؟ السلام عليكم. نتمنى الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير، وان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير نتوما والحباب تاعكم والعائله تاعكم. الاقتراح اللي نقترحه عليكم اليوم هو غراتان تاع شوفلور، لكن بدون ما نغليو الشوفلور ولا نفوروه. غراتان شباب بزاف يا البنات. نظن انه انا ما شفتوش في اليوتيوب، نظن انه اول مره في اليوتيوب. انا جاتني الفكره من الفكره تاع المولفه نديرها مع البطاطا، قلت نجربها مع الشوفلور وخرجت لي تحفه تحفه يا البنات. ننصحكم ونتمنى من كل قلبي تجربوا هاد الكراتا لانه بنين 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 بزاف. ما نقدرش نوصف لكم ولا نعطي له حقه حتى كي تجربوه. المهم عندي غير راس شوفلور وشويه بيشاميل وشويه فرماج. دوك نشوفوا التفاصيل كيفاه نحضروه. ان شاء الله يا ربي قلت لكم تحضروه معايا ويعجبكم، وتخلوا لي في التعليقات نتاعكم ان شاء الله. ماشي غير تروحوا تشوفوه وما ترجعوا ليش، ان شاء الله تدوا الوصفه وترجعوا لي في التعليقات وتقولوا لي جربتوه وتقولوا لي الراي نتاعكم. بسم الله. قبل ما نبداو انا حبيت نقول لكم المهم انه الشوفلور كي قصوه يعني قصوه زهرات صغار، ولا كانت زهره كبيره اقسموها على زوج، كي شغل راكو تطرونشيو فيها اقسموها على زوج باش يخرج لكم. شوفوا كيما هادو في الصور راكو تشوفوا فيهم يخرج لكم الكراتا جباب ويطيب لكم. ونقولوا بسم الله وندخلوا الكوزينه نتاعنا. بسم الله. هنا عندي زوج ريسان تاع شوفلور راهم صغار. انت لا عندك واحد متوسط ولا عندك زوج هكا، وكل واحد على حساب افراد العائله نتاعو. احنا 5 افراد، درت زوج هكا صغار، ولا عندك واحد متوسط ديري مني. الان هادو حنغسلهم كيما راكم تشوفوني نوريكم. حنغسلهم ونقطعهم زهرات كيما قلت لكم، زهرات صغار خلاص. ولا كانت وحده كبيره نطرونشيها على زوج، ونحي هذا نكرط هاد الكحوله هادو لا كنت تشوفوا فيهم نحيهم، ونحي هاد الورق كامل. تعرفوا كيفاه تنقيو الشوفلور. ثم نعمر الباسينه تاعي ولا ليان ولا اي حاجه اللي نغسلو فيها، وندير فيها ملعقه وزوج تاع الخل، ونخلي الشوفلور نتاعي نتماك يترنخ شغل هكذاك، يبقى واحد 15 دقائق في الماء والخل هذاك. ثم نعاود نرجع ليه. هنا شوفوا راني قطعتهم. شوفوا اذا زهرات صغار، والزهره الكبيره راني ترونشيتها على زوج. ها هي وخليته هنايا في الماء والملح. ثم نغسلو مليح مليح ونشلو ونقطرو. ونروح هاوليك هنايا شللتو وقطرتو. ونروح شوفوا كيفاش راكم تشوفوا كيفاش راهم مقطعينه. والان نحتاج واش راح ندير فيهم بعد ما قطرتو. عندي زيت الزيتون، ما عندكش زيت الزيتون ديري زيت عاديه، واحد 3 ملاعق ولا 4. عندي فلفل حلو، وعندي كمون، رشه تاع كمون، عندي بصل بودره، وعندي ثوم بودره، وعندي ايضا فلفل اسود. هادو كامل راح نديرهم لهنايا. لا ما عندكش بصل وثوم بودره ديري ما ديريش البصل، ديري غير الثوم رابي سنه ولا زوج، وحطيهم فرشيهم في السنيوه تاعك هكذا بابي كويسون في السنيوه تاعك، ودخليهم واحد 40 دقيقه يتحمروا وتشوفيهم طابوا. شوفوا كيف راهم يا البنات مطروشين وكيف راهم صغار خلاص. وندخلوهم للفرن. نروحو نرجعو نحضروا البيشاميل نتاعنا. نديرو زوج مغارف تاع زبده يكونوا بيان بومبي، ونديرو زوج مغارف تاع فرينه، ونخلطوا كامل هذو مليح. البنات مانيش راح ندير انايا بيشاميل ثقيله، راح نديرها شويه خفيفه هكذاك. ندوب هذيك الزبده الفرينه في الزبده مليح. ثم نجيب زوج كيسان تاع ماء ونقعد نخلط. انا اي دابت لي هذيك الفرينه دخلت لي في الزبده. الان نروح نجيب زوج كيسان تاع ماء. هنا راكم تشوفوا راني نحرك بالباتور هذاك تاع الباتور، فويت تاع الباتور، حوست على الباتور ما لقيتوش. الان راني خليت ورحت حوست على الفويت تاعي المانيال هذاك، حوست عليه تاني ما لقيتوش. ما نعرف كاع وين تخبى اليوم، ما حبش يخرج يخدم. عاودت رجعت الفويت تاع الباتور تاعي، وقعدت نحرك فوق النار حتى يا البنات تشوفوا باللي كلش داب. وخدات لي غلوه هكذاك. يعني قلت لكم بيشاميل خفيفه، مش راح نديرها بيشاميل ثقيله هكذاك. نقعد نحرك وثم نطفي كيما راكم تشوفوا معايا البنات. ها هي هاني طفيت. ثم نضيف لها راكم تقولوا كيف حتى تطلع هكذاك وما تقالش، لاني قلت لكم حبيتها بيشاميل خفيفه ماشي ثقيله، باش من بعد ما تجينيش جامده، تبقى لي دوك تشوفوا يبقى لي هكذاك مشرب، ويبقى لي ماشي دوك من بعد تفهموا. هنا ضفت
الفرماج، ضيفوا الفرماج اللي عندكم البنات. انا ضفت فرماج مثلثات، ودرت شويه ملح، شويه برك ملح ما نكثروش لان درنا فرماج، ودرت فلفل اسود، وكملت خلطت وخليتها هكذا. كنخلط حتى يذوب لي هذاك النار هي مطفيه، حتى يذوب لي الفرماج خلاص، وتزيد تتقلي شويه ليجيرمون فقط. نرجع للشوفليغ نتاعي. شوفوا الشوفليغ نتاعي دالي اللون الذهبي، هكا نمسوه بيدينا. شوفوا طاب واحد الرائحه يا البنات، ما عندي ما نقول لكم، رائحه. وهكذاك نقدروا ناكلوه، انا هكا دقتوه هكذاك، تقدروا تاكلوه طرف سلطه، وتقدروا تاكلوه صحي ما عليه حتى حاجه. واحد الرائحه وبنين يا البنات، بنين. خير ما نزيدوا له البيض ونقليوه في الزيت ويجينا ثقيل، هكذاك احسن. نحكم بيغانكس تاعي ولا نحكم اي سنيوه تدخل للفرن، ندهنها بالزبده، ونجي ونستف هذوك الزهرات نتاعي تاع الشوفلير، ستفهم هكذا كامل. هنا تقدروا تزيدوا معاه بطاطا ايضا، نديروا لها نفس الطريقه تاع الشوفلير، نديروا لها في الفرفر باش نزكيو الطبق نتاعنا. ونجيب هذيك لاصوص بيشاميل تاعنا، ولا صوص تاع الجبن، صوص مورني باسكو زدنا لها الجبن، ونفرغها فوقها. شوفوا كيفاه ما كانتش ثقيله بزاف البنات، باش الكغاتا هذا ما يجيناش متماسك بزاف. واذا وصلتوا لهنا البنات ما تنساوش جام فضلا وليس امرا، قلت باش يجينا كريمي. والان راح نجيب فرماج البنات. هنا عندي انايا فرماج غودا، شريت ب50 ألف، قسمته على زوج، درته في الكونجيلاتور، وجبت نص واحد ودخلته للفرن على درجه باش فقط يتحمر، ياخذ لي فقط اللون ويذوب لي هذاك الفرماج كلش او طيب. شوفوا واحد الرائحه يا البنات، شوفوا هذاك اللون، شوفوا لهنا كيفاش كنت نقول لكم يجيني كريمي، ما يجينيش خلاص يابس وينتكل. هنا ذقت حبيت نكمل الطبسي، جا فعلا ننصحكم ديروا هاد الكراتان يا البنات، من ابن والذ واروع كراتان تاع الشوفليغ درتو بدون اللحوم وحده، جا مليح يا البنات بطرف فرماج، شويه فرماج. شوفوا كيفاه واش كنت نقول لكم كريمي، ماشي خلاص جامد هكذاك، كريمي يذوب في الفم يا البنات. نتمنى تجربوا الوصفه هذه وترجعوا لي في التعليقات. ووصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وفي صحتكم، اهم شيء. سلام.